ازيكم عاملين ايه؟ يا رب الناس كلها تكون بخير. تحية كبيرة للإعلامي الزملكاوي أستاذ عمرو أديب، الراجل اللي قدم حلقة للتاريخ دفاعا عن نادي الزمالك وعن أرض أكتوبر اللي ملك لنادي الزمالك. كل جمهور الزمالك كان مستني الحلقة دي عشان عارفين إن أستاذ عمرو أديب أول حاجة هيتكلم فيها هيدافع عن نادي الزمالك وأرض أكتوبر اللي ملك لنادي الزمالك. وجمهور الزمالك عمره ما هينساله الحلقة اللي قدمها للتاريخ دفاعا وحبا لنادي الزمالك. الراجل ده قال كل الكلام اللي بيدور في عقل كل زملكاوي. الناس اللي كانت موجودة قبل كده في نادي الزمالك كانوا هم أول ناس بيدوروا نادي الزمالك. الناس دي كانت فسدة، الناس دي كانت عصابة جوه نادي الزمالك. الناس دي هم أكتر ناس ضروا نادي الزمالك خلال ال20 سنة اللي فاتت. دي حقيقة. نادي الزمالك برغم ان هو كان بيحقق بطولات الا ان نادي الزمالك كان فيه كم مصايب بتحصل. نادي الزمالك كان متداين لطوب الارض. نادي الزمالك كان جواه كم مشاكل غير طبيعية بسبب مجلس ادارة نادي الزمالك. حتى حتى بعد ما الناس دي تمشي نادي الزمالك يفضل يتحارب منهم. ونعرف ان إدارة نادي الزمالك السابقة هي اللي مقدمة دعوة إن الأرض تتسحب من نادي الزمالك. هو في أكتر من كده فساد؟ يعني انتوا ما كفاكوش فسادكم وانتوا جوه نادي الزمالك، كمان بعد ما سبتوا نادي الزمالك بتنخوروا ورا نادي الزمالك وبتضروا نادي الزمالك. طب ليه؟ ده نادي الزمالك. انت لو مشكلتك مع اشخاص خلي مشاكلك مع اشخاص، لكن ما تضرش كيان نادي الزمالك. فتحية كبيرة للاستاذ عمرو اديب اللي كل جمهور الزمالك مش هينساله الحلقة اللي قدمها للتاريخ دفاعا عن نادي الزمالك، وقال كل الحقائق وكل الكلام اللي كل جمهور الزمالك نفسه يقوله. فشكرا لاستاذ عمرو اديب. برغم هو راجل زملكاوي بس هو راجل بيدافع عن حقائق وبيدافع بأدلة عشان خاطر ارض نادي الزمالك هي ملك لنادي الزمالك. والاعلامي التاني اللي انا بشكره انا بحبه شخصيا، بس كان بعض جمهور نادي الزمالك بيطلع يهاجمه ويطلع يتكلم عليه وان هو ضد نادي الزمالك. فلا، المرة دي هو مع نادي الزمالك قلبا وقالبا. والراجل ده كل يوم في برنامجه بيدافع عن نادي الزمالك وبيدور على الحقائق اللي تثبت ان ارض اكتوبر ملك لنادي الزمالك. تحية كبيرة للاعلامي المحترم كابتن ابراهيم فايق. الراجل ده كل يوم بيثبت لي ان هو راجل حقاني وان هو راجل بيدافع عن الحق. الراجل ده بعض الناس الزملكاويه بتتهمه ان هو اهلاوي وان هو ضد نادي الزمالك، بس لا، الراجل ده اطلع اديله حقه. عشان الراجل ده من ساعه رجوعه لقهوه فايق في الموسم الجديد وهو كل يوم بيتكلم مع مجلس اداره نادي الزمالك ويجيب المستشار كمال شعيب المستشار القانوني لنادي الزمالك ويتكلم معاهم ويدور على حقائق اللي تثبت ان ارض اكتوبر ملك لنادي الزمالك. فالراجل ده لازم جمهور الزمالك زي ما كان بينتقده يطلع ويشكره ويقدم له التحية ويقدم له الدعم، لان الراجل ده بيساند جمهور الزمالك وكان بيساند جمهور الزمالك في ازمات كتير قوي قبل كده. بس بعض الناس بقى اللي مش عايز اقول يعني بعض الناس اللي مخهم على قدهم او اللي عندهم مرض اسمه اهلي وزمالك، في مواقف ملهاش علاقة بأهلي والزمالك قد ما لها مواقف بكلمة الحق والضمير المهني اللي الراجل ده بيشتغل بيه. حتى لو انت بتختلف معاه فلا، المرة دي هو واقف مع نادي الزمالك وبيدعم نادي الزمالك وبيدور على حقائق اللي تثبت اللي ارض اكتوبر دي ملك لنادي الزمالك. الراجل ده بيطلع باوراق ومستندات، معنى كده ان الراجل ده فريق الاعداد بتاعه وهو بيشتغلوا كتير عشان خاطر لما يجي يطلع في الحلقة يقدم كل الاوراق اللي تثبت ان ارض نادي الزمالك دي ملك لنادي الزمالك. وبيتكلم مع ده ويتكلم مع ده. فاتمنى ان جمهور نادي الزمالك او البعض اللي بينتقد في ابراهيم فايق يطلع ويشكره ويديله حقه. واستاذ احمد موسى حلقته اللي كانت قبل كده بيدافع عن نادي الزمالك وكان بيهاجم وزير الاسكان وبيهاجم المسؤولين، انتوا ازاي تسحبوا ارض نادي الزمالك؟ الراجل ده اهلاوي، وبرغم ان الراجل ده يعني ناس كتير بتختلف معاه وبتتفق معاه، بس في الموقف ده لا، الناس هتديله التحية وتشكره ان هو وقف مع الحق. واكيد هو عنده اوراق وعنده ادله بيتكلم بيها، معنى ان هو يطلع يطالب وزير الاسكان ان انت اطلع ورد على الناس واتكلم، معنى كده ان انت واثق وعارف انت بتتكلم عن ايه. فتحيه كبيره ليه برضو. وكل واحد كل واحد في الاعلام وكل واحد ايا كان هو فين وقف جنب نادي الزمالك في محنته وبيدافع عن نادي الزمالك وعن ارض اكتوبر اللي ملك لنادي الزمالك. جمهور الزمالك عمره ما هينسى الناس دي وهيفضل فاكر لهم موقفهم مع نادي الزمالك في ازمتهم. ولاد النادي الزمالك اللي وقفوا مع نادي الزمالك جمهور الزمالك عارفهم
وهيساندهم فيما بعد وهيشكرهم وهيبقى عارف مين اللي وقف معايا وقت ما نادي الزمالك كان في أزمة، ومين ولاد النادي اللي خسارة فيهم ان هم لبسوا في يوم من الايام تيشيرت نادي الزمالك، اللي بيطلعوا يهاجموا النادي وبيطلعوا يطبلوا وعارفين ان نادي الزمالك بيمر بأزمة. الناس اللي كانت بتطلع تحل مشاكلها مع اشخاص تانية وعارفين نادي الزمالك في أزمة. الناس اللي مش شاغلة بالها. وفي واحد انا عملت عليه فيديو امبارح بيتقال عليه كابتن تاريخي لنادي الزمالك، ما شفناهوش حتى بيدافع عن نادي الزمالك ببوست على الفيس حتى. فكل الناس اللي بتقف جنب نادي الزمالك وبتدافع عن نادي الزمالك، جمهور الزمالك عمره ما هينساهم وهيفضل فاكرهم وهيفضل داعم ليهم. لان جمهور الزمالك لما بيدعم حد بيدعمه يعني ليه ما لا نهاية زي ما بيقولوا. فجمهور الزمالك كبير وجمهور الزمالك ما بينساش اللي ليه وبرضه ما بينساش اللي عليه. فشكرا لكل الناس اللي واقفه جنب نادي الزمالك، وان شاء الله ارض اكتوبر هتبقى قريب ملك لنادي الزمالك فعلا، ونادي الزمالك هيبني عليها فرعه الجديد وهيبني عليها استاد لنادي الزمالك وهيبقى مشروع يعني نادي الزمالك يقوم بيه ويكبر تاني بيه ويحقق تاريخ كبير وامجاد كتير لنادي الزمالك من بعد الارض دي. ونادي الزمالك يعني يفضل دايما في المقدمة للناس اللي بتحب نادي الزمالك وبتدعم نادي الزمالك. ان شاء الله هنشوف نادي الزمالك ده في مكانته الطبيعية تاني، يحقق بطولات ويبقى يعني نادي يرجع تاني لمكانته الطبيعية اللي يعني اللي نادي الزمالك يستاهلها، مش المكانة اللي هو فيها ولا ان الناس بتحاربه فيها. فتحية كبيرة تاني استاذ عمرو اديب وكابتن ابراهيم فايق والاعلامي المحترم احمد موسى. سلام عليكم.